بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا النادي الأهلي امبارح اتعادل أمام غزل المحلة. علاء عبد العال يعني عامل ضرب كل الأرقام القياسية بصراحة. علاء عبد العال غزل المحلة اللي لعب السنة دي 4 مباريات تعادل سلبي، لا سجل أهداف ولا دخل فيه أهداف ولا كسب ولا خسر. تعادل سلبي في 4 مباريات، في 4 مباريات. أنت بتتكلم يعني في حاجة. علاء عبد العال معروف اسلوب لعبه من زمان. امبارح هو خانق الاهلي، وبالرغم من كده لعيبه الاهلي خلقت فرصه وضيعت فرصه، وما كانش فيه يعني توفيق خالص مع لعيبه الاهلي. كور في العارضه من تريزيجيه وزيزو، فلا. لكن برضه في علامات استفهام كبيره جدا على اداء ريبيرو. الاهلي لعب 3 مباريات في الدوري، كسب مباراة وتعادل ماتشين، سجل تقريبا 6 أهداف واستقبل 3 أهداف. من 3 مباريات المفروض الأهلي يبقى عنده 9 نقاط، خد 5، خد 5 نقاط، يعني فقد 4 نقاط، يعني النص تقريبا. فأنت بتتكلم، لا، جمهور الأهلي حزين جدا، لأن مش بعد اللعيبة دي كلها والسكواد المدجج بالنجوم ده كله والاهلي يبقى بالنتائج دي. ريبيرو سيبك من 3 ماتشات بتوع كاس العالم، خسر ماتش وتعادل ماتش وكسب خسر ماتش امام بالميراس وتعادل ماتشين في كاس العالم. يعني مجموع مباريات ريبيرو الرسميه مع الاهلي 6 مباريات، 3 في كاس العالم، خسر مباراة بالميراس وتعادل امام انتر ميامي وتعادل امام بورتو. وفي الدوري كسب ماتش وتعادل مباراتين، يعني التعادل كده 4 مباريات، وفاز مباراة وخسر مباراة. دي مجمل ال6 مباريات بتوع ريبيرو مع الأهلي كأس العالم، وملناش دعوة بالمباريات الودية طبعا، والدوري المصري. فلا، في علامة استفهام على الراجل. راجل تحس تغييراته نمطية، لاعب بلاعب، مفيش إبداع. انت جايب مرتب كبير، يعني ده عماد النحاس كان افضل منك. عماد النحاس افضل منه، والكلام ده هيقولوا مدحت شلبي وهيقولوا سيف زاهر وهيقولوا ابراهيم فايق ومهيب عبد الهادي وخالد الغندور، كل الناس دي. مش انا اللي هقول بس، لكن انا بقول لك وجهة نظري. فلا، في حاجات غلط. الراجل مش معقول بعد الفترة دي كلها الراجل مع الاهلي من كاس العالم للأندية لحد دلوقتي ولسه ما حفظش الفرقة. هنقول لسه بيستكشف؟ هيفضل طول السنة يستكشف وبعدين هادي على الدكة كده وقاعد؟ يعني لا، في كلام قوي جدا داخل أروقة النادي الأهلي بتغيير المدرب، بتغيير هذا المدرب. طب الأهلي من عادته يغير كده بسرعة ولا بيصبر شوية يديله وقته؟ أنا بقول لك ماتش بيراميدز القادم، الأهلي وبيراميدز، ماتش الأهلي وبيراميدز قد تكون المباراة الأخيرة لريبيرو. لو خسر، وبيراميدز ايه يعني، بيراميدز أداء ولا أسوأ السنة دي برضه. بيراميدز لعب 4 مباريات في الدوري، عنده 5 نقاط، فاز ماتش، تقريبا اتعادل ماتش او ماتشين، وخسر ماتش. فبيراميدز امبارح والشيبي مش هيلعب، وماتش الاهلي اتطرد امبارح. فبيراميدز الدنيا متلخبطه فيه برضه، متلخبطه فيه على الاخر. فماتش بيراميدز هيكون فارق. الاهلي حقق المكسب كده، ريبيرو مكمل الى اشعار اخر. الاهلي لو خسر ماتش بيراميدز او تعادله، الراجل ده هياخد استمارة 6 على طول، على طول فورا. فورا الاهلي مش هيصبر على اكتر من كده. ليه؟ هو بياخد راتب كبير مع جهاز اجنبي. يعني الاهلي موفر له لبن عصفور، جايب له صفقات
يعني افضل سكواد في النادي في افريقيا كلها في النادي الاهلي. فما عندوش حجه، ما عندوش حجه. ده زيزو يا راجل، ده تريزيجيه يا راجل، ده بن شرقي يا راجل، ده ديانج، شريف، جراديشار. لا. فالوضع في الاهلي، جمهور الاهلي حزين وليه حق يزعل على النتائج اللي حصلت. لكن ريبيرو الفرصه الاخيره ليه، انا بقول لك ماتش بيراميدز، خدها مني ما تراجعش ورايا. لو الاهلي تعثر امام بيراميدز خلاص، خلاص يبقى كده باي باي ريبيرو. هل بقى الاهلي يفكر في مدرب اجنبي تاني ولا يسند المهمه لعماد النحاس؟ قول رايك كواحد من مشجعي الاهلي. عماد النحاس السنه اللي فاتت مسك الفرقه في وضع صعب بعد كولر، كسب بالدوري، تك 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 فوز، ونوفر الدولارات دي. فده بالنسبه لريبيرو وتعادل الاهلي والاجواء داخل النادي الاهلي. امام عاشور قد يلحق مباراه بيراميدز، لكن ياسين مرعي وياسر ابراهيم محمد شكري دول مش هيلحقوا ماتش بيراميدز. محمد هاني هيكون موجود. الراجل مش مقتنع بعمر كمال عبد الواحد، مش مقتنع بيه. حسين الشحات عايز يمشي، حسين الشحات عايز يمشي، قفشه عايز يمشي. بن شرقي ما تعرفش فيه لغز فيه، مش ده بن شرقي، مش ده اشرف بن شرقي خالص، في لغز في موضوع بن شرقي. يعني هو زيزو امبارح اللي عمال رايح جاي بس. فالاهلي في ثوره، في غليان، في بركان. جمهور الاهلي مش متعود كده، ده مش متعود بده على اللي بيحصل ده. طيب، في صفقات في يناير الاهلي. الظهير الايسر بان جدا، واضح جدا. الاهلي محتاج ظهير ايسر دولي كبير، بديل لعلي معلول. شفت علي معلول؟ زي علي معلول كده. محتاج ظهير ايمن، محتاج راس حربة مرعب. الاهلي محتاج 3 4 لعيبه في يناير بيطلعوا نار من بقهم. يا عم ده الاهلي فيه، ايوه ما هو الاهلي فيه، احنا عارفين سكواده مدجج بالنجوم، لكن برضه اهو مراكز واضح ان فيها ثغرات كبيره في الاهلي. الظهير الايسر، الباك رايت. فالاهلي زي ما بقول لك فتوح، الشيبي، ومهاجم مرعب الاهلي بيخلص فيه. في دول اول 3 صفقات للاهلي في يناير. الزمالك اللي عنده ماتش النهارده امام فاركو وهديه، اهو يا زمالك مالكش حجه. بيراميدز يتغلب امبارح والاهلي يتعادل، يعني بيقدموا لك هديه على طبق من ذهب. هتضيع الهديه يا زمالك ولا هتقبل الهديه؟ السؤال ده هيجاوب عليه لعيبه الزمالك وفيريرا في ماتش فاركو النهارده الساعه 9. توقعاتك لهذا اللقاء قولها في تعليق. فوز الزمالك ولا تعادل الفريقين ولا فوز فاركو؟ قول توقعك. سيبنا من موضوع الارض ارض اكتوبر دي فيها بلاوي سودة، بلاوي سودة سعادتك، يعني بلاوي رهيبة في موضوع ارض اكتوبر، والتحقيقات في النيابة العامة وليلة كبيرة سعادتك. انما في فرقة الكورة النهاردة في الزمالك فازت على فاركو، وصل 10 نقاط. يبقى اصبح الفارق بين الزمالك والاهلي، بس الزمالك هيكون لاعب 4 مباريات ف10 نقاط، والاهلي 5 نقاط، فكده الفرق 5 نقاط. لكن الاهلي لسه له ماتش متاخر، ماتش لو فازوا يبقى الفرق نقطتين، يبقى كده الزمالك فارق عن الاهلي بنقطتين، ده في حاله فوز الاهلي بالماتش اللي هو متاخر فيه.
هل الزمالك هيقبل هدية الأهلي وبيراميدز؟ هنشوف النهارده. زي ما قلت لك الأهلي بيخلص في 3 صفقات مدوية، الكلام ده قاله شوبير. 3 صفقات: راس حربة مرعب، ظهير أيسر مرعب، ظهير أيمن قلت لك بالاسم الشيبي وفتوح، ظهير أيمن وظهير أيسر، وراس حربة من العيار التقيل. وريبيرو الفرصة الأخيرة ليه ماتش إيه؟ بيراميدز القادم اللي هيكون بطاقم تحكيم أجنبي، ماتش يوم 30، النهارده 26 تقريبا، بعد 4 أيام. سلام عليكم.